كل الكتب اللي قريتها والناس اللي اتكلمت معاك وبتقولك ان السعادة قرار، انا بقولك كل ده كلام فاضي مش منطقي. تيجي تقول لنفسك انا قررت اكون سعيد، وبعد نص ساعة تلاقي نفسك رجعت لنفس المود. ليه؟ عشان السعادة مش زرار بتدوس عليه، انت بس محتاج تفهم المعادلة المنطقية للسعادة. لو فهمت المعادلة مش هتحتاج تقرر تكون سعيد، هتلاقي نفسك سعيد كنتيجة منطقية. اهلا بيكم في فضفضة مع ابراهيم، ويلا بينا نشوف ايه حقيقة السعادة. الحكاية مش يا ابيض يا اسود، المشاعر بتاعتنا زي طيف الوان ضخم جدا، وده اللي هنكتشفه سوا دلوقتي في حدوتة نادر. نادر كان شاب في الثلاثينات من عمره، حياته عاملة زي شريط فيلم ابيض واسود قديم، مش عشان هو فقير او حياته مأساوية، بالعكس جدا. نادر كان مهندس شاطر، مرتبه حلو وفوق المتوسط، وخاطب البنت اللي بيحبها، علاقته حلوة، واسلوبه وشخصيته مخليه الناس كلها تحترمه وتقدره، وعنده شلة صحاب بيحبوه بجد. بس ما كانش سعيد، وكانت مشكلته الكبرى في النضارة اللي بيبص بيها للدنيا. كان عنده قناعة دايما راسخة ان الحياة يا اما تكون ناجح ومكسر الدنيا، يا اما تكون فاشل وضايع، يا اما تكون طاير من الفرحة، يا اما تكون غرقان في الاكتئاب. يعني ببساطة يا ابيض يا اسود. السؤال اللي كان بيصحيه في عز النوم هي السعادة دي ايه؟ قرار باخده بايدي ولا نتيجة بوصل لها لما بتعب؟ نادر قرر يبتدي رحلة البحث عن الإجابة عند صاحبه يوسف. يوسف ده كان وحش السوق، راجل أعمال، كان بيفطر بميتنج ويتعشى بصفقة. من الآخر ما عندوش يوم مرحمين في البيزنس. يوسف قال له وهو بيولع سيجار غالي: بص يا نادر، ما تصدقش الكلام الفاضي بتاع الرضا والكلام الناعم ده. السعادة هي النتيجة، السعادة هي الرقم اللي بيظهر في حسابك في البنك آخر الشهر، السعادة هي العربية اللي بتركبها والناس بتبص لك فيها، السعادة هي التايتل اللي بيتكتب جنب اسمك. اتعب دلوقتي واحرم نفسك عشان توصل للنتيجة دي. السعادة هي جايزة بتستلمها آخر السباق. نادر اقتنع، داس على نفسه في الشغل سنة كمان، سهر، ضغط عصبي، قهوة بدل الأكل، خسر وزنه وصحته وعلاقاته، بس في الآخر وصل، أخد الترقية الكبيرة، اشترى الشقة اللي بيحلم بيها في الكومباوند. وفي أول يوم نادر دخل الشقة، قعد على الكنبة الجلد الغالية وبص حواليه. المفروض دلوقتي أحس بالسعادة، صح؟ دي النتيجة المنطقية. بس الغريبة إنه حس ببرود، حس إنه خلص السباق بس مفيش جايزة. الفرحة نامت بالظبط 48 ساعة، وبعدها رجع لنفس الفراغ. السعادة كنتيجة طلعت مخدر مؤقت مفعوله بيروح بسرعة. نادر قرر إن هو يتجوز على أمل إن شعور السعادة يستمر ويبقى دايم، لو بقى مع البنت اللي بيحبها. واتجوز نادر وخلف، والحياة كل شوية بتبقى روتينية أكتر ويرجع له نفس الشعور القديم من تاني. ولما نادر رجع لنقطة الصفر لجأ لبنت خالته منة كانت مدربة يوجا ومؤمنة بالطاقة الإيجابية وجمل التنمية البشرية دي واللايف كوتشنج، وموسيقى هادية شغالة في الخلفية. يا نادر، مشكلتك إنك رابط سعادتك بحاجات مادية. السعادة قرار، انت بتصحى الصبح تقرر انك تكون سعيد بغض النظر عن اللي بيحصل. افصل نفسك عن الواقع، تسهم للمراية، تجاهل السلبيات، وانت هتبقى زي الفل. السعادة جواك انت مش براك. نادر قرر يجرب، بقى يصحى الصبح يمثل ان هو مبسوط، عربيته تتخبط يبتسم ويقول فدايا، يتظلم في الشغل يقول انا متسامح، بس من جواه كان بيغلي. كان عامل زي الحلة البريستو، كاتم الغضب والحزن والقلق تحت غطا ابتسامة مزيفة. لحد ما في يوم انفجر في خناقة تافهة جدا مع سواق تاكسي، ولقى نفسه بيعيط في الشارع. اكتشف ان السعادة كقرار مطلق هي انكار للواقع، وانك بتكذب على نفسك. نادر حس انه تايه، لا الفلوس جابت سعادة دايما ولا التمثيل جاب راحة بال، وقال المشكلة فيا، وهيتعايش مع الحياة التعيسة بتاعته والسؤال اللي مش هلاقي ليه إجابة. وفي يوم كان بيتمشى في شوارع الدرب الأحمر وسط الورش والبيوت الأثرية، ريحة التراب والتوابل والخشب القديم كانت مالية الجو. لفت نظره دكان صغير وقديم جدا
يافطته مكتوب عليها بخط الايد مصبغة عم درويش. دخل المكان وشاف الدكان، لقى احواض كبيرة مليانة الوان وقماش متعلق في كل مكان. في كل حتة كان في الوان غريبة ومتداخلة. وفي ركن الدكان راجل عجوز بجلابية بيضة مبقعة الوان بيقلب قماش في حوض لونه ازرق نيلي. نادر وقف يتفرج عليه وفضوله دفعه يسأل الراجل العجوز ده نفس السؤال اللي محيره: يا حاج، تفتكر السعادة زي القماش الابيض ده، ولا احنا اللي بنقرر نلونه، ولا هي اللون اللي بيطلع في الاخر بعد الغسيل والشغل؟ عم درويش رفع راسه، وشه كان كله تجاعيد بس عينيه بتلمع بذكاء. بص له بصه حاده وقال له: يا ابني، انت شكلك فاكر الدنيا يا قماش ابيض نضيف يا قماش اسود وسخ، مش كده؟ نادر هز راسه: ايوه يا سعيد يا حزين، ما هي كده. عم درويش ضحك عليه وساب العصايه من ايده ومسك حته قماش فيها تداخل الوان عجيب، ازرق في موف في رمادي. بص يا ابني، اللون الابيض الصريح ده متعب، اي ترابه بتبان فيه وتوسخه، والاسود الصريح كئيب وبيخبي التفاصيل. ربنا خلق الدنيا ومشاعرنا دي زي المصبغة فيها طيف ألوان، وانت جاي تسألني هي قرار ولا نتيجة؟ هي ولا ده ولا ده، هي خلطة. السعادة مش انك ترفض الحزن بلونه الاسود، ولا انك تفضل تجري ورا الفرح الصافي بلونه الابيض. السعادة انك تعرف تمزج الالوان وتستمتع بالدرجات اللي في النص. نادر سأله باستغراب: يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ عم درويش كمل وهو بيشاور على الاحواض: يعني ممكن تكون حزين بس راضي، وده اعتبره اللون البنفسجي الهادي. ممكن تكون خايف بس متحمس لتجربة جديدة، يا عم اعتبر ده اللون البرتقاني. ممكن تكون تعبان ومطحون بس فخور باللي بتعمله لأهلك، وده ممكن نقول عليه اللون الازرق الدافي. ممكن تكون مشتاق لحد وحش بس ممتن للايام اللي قضيتها معاه، وده يا سيدي لون تركواز. عارف انت ايه مشكلتك يا ابني؟ انت عايز تلغي كل الالوان وتخليها لون واحد بس، وده مستحيل. السعادة مش انك تبقى سعيد طول الوقت، السعادة انك تكون انسان كامل بيحس بكل حاجة وما بيخافش ان الوانه تدخل في بعض. نادر خرج من عند عم درويش وهو بيبص للسماء، ما كانتش زرق، كان فيها تدرجات رماد وبرتقاني وقت الغروب. والأول مرة يفهم إن مشاعره مش عدو لازم يقضي عليه. نادر فهم إن السعادة قرار إنك تقبل إنك بشر، وإنك هتزعل وتفرح، تقلق وتطمن، وهي نتيجة برضه، نتيجة إنك تعيش كل شعور وتديله وقت لحد ما اللون يثبت ويطلع لون جديد أجمل. نادر روح بيته لمراته وعياله كان حاسس بشوية إرهاق رمادي مخلوط بشوية أمل أخضر، وعمل لنفسه كوباية شاي وقعد في البلكونة. ما كانش طاير من الفرحة ولا كان مكتئب، كان حاسس بحاجة تانية خالص، كان حاسس بالسكينة لأول مرة في حياته. وما سألش نفسه السؤال ده. نادر عرف إن في اللحظة دي الحياة مش أبيض واسود، الحياة مصباغة كبيرة وكل واحد فينا حتة قماش الدنيا بتلونها. أول حاجة محتاجين نفهمها من رحلة نادر للبحث عن السعادة هي إن السعادة مش عكس الحزن. اللي بيقولك كده يبقى مش فاهم الحياة ولا فاهم المنطق. الحزن والقلق والغضب دي مشاعر إنسانية عادية جدا، هي زي لوحة الإنذار في العربية لما لمبة البنزين تنور. انت ما بتقولش ان حياتي اتدمرت، انت بتقول انا محتاج احط بنزين. الحزن وظيفته انه يقولك في حاجة غلط محتاجة تتغير في مسارك. لو فقدت حد بتحزن، لو خسرت مشروع بتحزن. ما ينفعش تبقى سعيد وما تبقاش حزين في نفس الوقت. السعادة الحقيقية انك تكون في حالة القناعة بالمسار، يعني راضي عن طريقك ومبسوط بيه، وده بيخليك مستمر وهادي حتى لو المطالبات خلتك تتضايق وتحزن شوية. الحزن لحظة والسعادة حالة مستمرة، بس مش لازم نكون بنحس بيها طول الوقت. تعالوا بقى نشوف المنطق بيقول ايه ونفسر كلام عم درويش بشكل علمي وعملي في 3 مشاكل هم السبب في الصورة دي. المشكلة الأولى اللي بتخليك مش سعيد هي غلطة السكر السريع. أغلب الناس بتفتكر إن السعادة هي الشعور اللي بتحسه لما بتاكل حاجة حلوة أو بتاخد مكافأة سريعة. دي اسمها نشوة الدوبامين المؤقتة، زي شرب القهوة بالظبط. النشوة دي بتخلص بسرعة، ولما بتخلص بتسيب فيك فراغ أكبر. أنت بتفضل تجري ورا اللحظة دي طول عمرك. السعادة مش إنك تاخد جرعة الدوبامين، المشكلة التانية
اللي بتقلل من سعادتك الدايمة هي السعادة المعلقة، او اللي بسميها فخ لما. انت بتقول لنفسك لما اتجوز هكون سعيد، لما اشتغل الشغلانة دي هكون مبسوط. انت كده ربطت سعادتك بنتيجة لسه ما حصلتش، وفي الغالب انت مش المتحكم الوحيد فيها. طول ما انت رابط سعادتك بلما، انت علميا بتمنع نفسك تكون سعيد دلوقتي في اللحظة دي، بتحط حياتك كلها في وضع الانتظار. المنطق بيقول السعادة مش في لما، السعادة في أثناء السعي. لو مش سعيد دلوقتي وانت بتسعى، مش هتكون سعيد لما توصل للهدف اللي انت حاطه لنفسك. هتفضل تدور على لما جديدة كل ما توصل لهدف. المشكلة الثالثة والأخيرة، البحث عن القيمة المستمدة من الخارج، ودي مغالطة اسمها مغالطة الاستحسان. سعادتك كلها متعلقة كلام الناس عليك ايه، كام لايك جالك، هو مديري شكرني ولا لا. انت بتسأل الناس كل يوم هو انا كويس، هو انا صح، هو انا شاطر. يا حبيبي لما تسلم مفاتيح سعادتك لرأي الناس، انت كده خليت سعادتك في مهب الريح. اي كلمة سلبية، اي انتقاد هيدمر اليوم بتاعك. المنطق هنا بيقول لك القيمة الداخلية مستقرة، بس القيمة الخارجية زيها زي سعر الدولار. السعادة نتيجة منطقية للثقة في الذات، مش علشان تعجب الناس. الخلاصة هي ان السعادة مش قرار ولا احساس بس، السعادة نتيجة لثلاث قرارات سهلة وبسيطة هتاخدها كل يوم، وهي كفيلة ان تغير لك يوم. القرار الاول، حول التركيز من اللحظة المؤقتة للفعل نفسه. اسأل نفسك هو أنا مستمتع باللي بعمله دلوقتي؟ ده هيوصلك للحالة الصح اللي انت عايز توصل لها. القرار التاني، عيش سعادتك دلوقتي وما تأجلهاش. افصل السعادة عن الإنجاز يا أخي. القرار التالت، السعادة ملكك انت بس. افصل قيمتك الشخصية عن رأي الناس تماما. السعادة هي النتيجة اللي بتطلع لما تكون صلحت العلاقة ما بينك وما بين نفسك. الحزن هيجي وهيروح، بس سعادتك الدايمة هتفضل ثابتة موجودة عشان تسندك. ودلوقتي بعد ما عرفت ان السعادة نتيجة لقرارات بتاخدها مش قرار بس، ايه هي الحاجة اللي كنت معلق عليها سعادتك وناوي تفصلها عن حياتك دلوقتي؟ اكتب لنا في التعليقات اسئلتك اللي مش مخلياك سعيد سواء في حياتك او في علاقاتك. وشكرا لمشاهدتكم. يخرب بيت ابوكم.